خلصت ثانوية عامة ودخلت كلية الطب وحققت حلمك. بتدور جوه دماغك أسئلة كتيرة جدا. هو الطب نظامه ايه؟ وبتسمع مصطلحات كتيرة: امتياز وتكليف وزمالة ومعادلة وجامعة وتعليمي ونيابة. كل المصطلحات دي وكل الحاجات الغريبة دي أنا عملتها لك وجمعتها لك في السبورة دي بحيث تفهم الدنيا وبحيث أنظم لك الدنيا وبحيث الدنيا تبقى ايه؟ واضحة. تعال نبدأ من الأول خالص. انت في ثانوية عامة، خلصت ثانوية عامة وجبت المجموع الجميل بتاعك ودخلت كلية طب. كلية طب النظام بتاعها 7 سنين. ال7 سنين دي هتتقسم كالآتي: عندك 5 سنين دراسة وسنتين تدريب امتياز. وهنا لينا وقفة. ال5 سنين دراسة هتمتحن فيهم عادي وبتجيب درجات وبتجيب مجموع، والمجموع مهم جدا فيما بعد. وسنتين الدراسة أو التدريب اللي هم الامتياز دول انت بتتدرب فيهم وما فيهاش امتحانات، فاطمن على الاخر. سنتين التدريب الامتياز هنتكلم عليهم بالتفصيل دلوقتي. فخلينا في الاول، قلنا كلية الطب 7 سنين، 5 سنين دراسة. ال5 سنين دراسة هتتقسم ازاي؟ قال لك سنتين اكاديمي بتدرس مواد نظري اساسيات للطب وهكذا، وبعد كده 3 سنين كلينيكال. ال3 سنين كلينيكال دول بتدرس فيهم ايه؟ بتدرس فيهم مواد كلينيكال: بطنة، اطفال، نساء، رمد وهكذا. تمام. في جامعات بتقسمها 2.5 سنين نظري و2.5 سنين كلينيكال. في جامعات او معظم الجامعات دلوقتي بقت بتقسمها 2 اكاديمي، 2 اكاديمي و3 سنين ايه؟ كلينيكال. يبقى انت دلوقتي عندك 5 سنين دراسة، هتخلص سنة 5، هتيجي الفترة اللي بعد كده او المرحلة اللي بعد كده اللي هي مرحلة الامتياز. مرحلة الامتياز دي اكتر مرحلة بيحبها طلب الطب. ليه بقى؟ تبقى انت خلاص خلصت دراسة ورقت والزهر يلعب معاك، وتبدأ تنزل تدريب في المستشفى بتاعة الجامعة بتاعتك، وتبدأ تقبض مرتب. تمام. فبتلاقي معظم الدفعة بقى عمالة تخطب وهكذا، واللي بيتجوز واللي بيخلف. فسنتين الامتياز دول اكتر سنتين بيحبوهم طلب الطب. طب سنتين الامتياز دول بيكون فيهم ايه؟ سنتين الامتياز دول بتقعد مثلا فتره من 2 ل4 شهور في كل تخصص. يعني مثلا تقعد لك 4 شهور في البطنه، 4 شهور في النساء، 4 شهور في الطوارئ وهكذا. بتفضل تتمرن وتتدرب عشان تعرف انت بتحب تخصص ايه او ناوي تتخصص ايه. يعني يا دكتور انا حتى الان حتى الامتياز ما تخصصتش. ايوه ما تخصصتش، مفيش تخصص حتى الان. انا هعرفك امتى تتخصص. طب انا يا دكتور خلصت السنتين الامتياز كده، خلصت ال7 سنين بتوع كلية الطب وخدت شهادة التخرج الجميلة بتاعتي. ايه المطلوب بعد كده؟ بعد كده بتاخد سنة تكليف. السنة التكليف دي بقى بتبدأ تشتغل في وحدات صحية او مستشفيات مركزية. تمام. بتشتغل ممارس عام، يعني دكتور بطنة ودكتور اطفال وهكذا، سواء كان في وحدة صحية او مستشفى. ممارس عام عادي جدا. بتقضي سنة التكليف بتاعتك. يبقى تعالى بروح عشان ما تتوهش. سنة التكليف دي سنة لازم تقضيها 12 شهر، بتكون بعد الامتياز. يعني انت بتقعد سنتين امتياز وبعد كده سنة كمان تكليف. طب انا خلصت سنة التكليف، هل اتخصصت؟ لا لسه ما اتخصصتش. بتيجي بقى انت تحدد، هل انت ناوي تكمل طريقك جوه مصر، عايز تكمل جوه مصر، ولا انت ناوي تسافر بره وتعمل معادلات. تمام. تعالى بالراحة نعرف الطريق في مصر هيبقى عامل ازاي، وطريق السفر والمعادلات هيبقى عامل ازاي. ده بص، ده البيس اوف كيك، ده حته كده كيكه وكريزه سايبها لك على جنب، نتكلم فيها على الاخر. في الاخر لو انت هتكمل في مصر، لو انت طول ال5 سنين بتوع الدراسه كنت بتذاكر كويس وبتجيب درجات عاليه والتراكمي، يعني مجموع درجاتك في السنين عالي وكويس، فانت هيكون ليك تعيين في الجامعه. تمام. فهتتعين في الجامعه، نايب في الجامعه، وهتاخد تدريب كلينيكي كويس وتدريب كلينيكي قوي، وتبقى استاذ في الجامعه بعد كده. فيبقى ده اول طريق في مصر انك انت تتعين في الجامعه. طب ممكن ايه لو انا مثلا ما جبتش مجموع الجامعه؟ هل كده الطريق وقف؟ لا عادي، في مستشفيات تانية كويسه جدا. في المستشفيات التعليمي، مستشفيات التعليم بتكون كويسه جدا ومحترمه جدا. تمام. في مستشفيات الامانه برضو بتكون نظيفه جدا وكويسه جدا والتعليم فيها كويس. في مستشفيات الصحه، في مستشفيات التامين الصحي. دي كلها مستشفيات انت ممكن تتعين في اي حاجه من ال5 اوبشنز دول. طب يا دكتور انت حاطط لي الجامعه اول حاجه، يعني الجامعه دي افضل حاجه؟ يعني انا لو ما جبتش مجموع الجامعه خلاص انا كده ضعت؟ لا، ده في مستشفيات في التامين الصحي افضل من الجامعه، في مستشفيات في التعليمي افضل من الجامعه، في مستشفيات في الامانه افضل من الجامعه، وفي مستشفيات جامعه افضل من اي حاجه. فهي مش قاعده عامه. مش معنى انك انت ايه
ما خدتش جامعه يبقى انت خلاص الطريق قدامك بقى مقفول. بس احنا في الاول بنقول لك لو انت لسه طالب الافضل انك انت تذاكر كويس عشان تبقى جايب اعلى مجموع، فيبقى عندك الاوبشن انك انت تختار براحتك. فانت هنا لما بتكمل في مصر وتاخد نيابة بتاخد التخصص بتاعك هنا، والتخصص بيكون على حسب المجموع. عشان كده قلنا المجموع بيكون مهم، لانك انت بتدخل في حاجة اسمها حركة نيابات، زي تنسيق كده، زي تنسيق ثانوية عامة عشان يدخلك الكلية. انت بتدخل في حركة نيابات. انت بتكتب مثلا اول رغبة انا عايز قلب، بعد كده عايز جلدية، عايز تجميل، عايز رمد، وهكذا. وصاحبك بيكتب وكله بيكتب، وبياخدوا على حسب المجموع. فانت طبعا كل ما مجموعك عالي تاخد التخصص اللي انت عايزه، لان في تخصصات بتكون بتاخد المجموع عالي زي الجلدية والرمد والقلب وهكذا. فانت خدت النيابة بتاعتك وخدت التخصص بتاعك. يعني انت خلي بالك، انت مش هتاخد التخصص بتاعك غير لما تخلص الامتياز، تخلص الامتياز كامل وتخلص سنة التكليف. بعد كده بتقدم على حركة النيابات اللي هو التنسيق اللي مع زمايلك اللي حسب المجموع، عشان كده قلنا المجموع مهم. وبعد كده بتختار مستشفى من المستشفيات ايه دي على حسب مجموعك. طب في حاجات اكسترا ممكن تعملها في مصر. ايه الحاجات اللي ممكن اعملها؟ ان انا اخد الماجستير. لو خدت الماجستير وناقشت الرسالة وهكذا، بتبقى بعد ما تخلص الماجستير بيبقى اسمك اخصائي، وبتقدر تفتح عيادة. يعني طول ما انت هنا يبقى اسمك نايب او طبيب مقيم، ما بتفتحش عيادة. بس اول ما بتاخد الماجستير تقدر تفتح عيادة، تبقى اخصائي. ربنا كرمك وخدت الدكتوراه، بتبقى اعلى حاجة بقى، بتبقى ايه؟ الاستشاري. ده اللي اي حد بيقدر يستشيره، اعلى تخصص في الايه؟ في الطب، او اعلى درجة علمية. طب في حاجة غير الماجستير ده؟ كل الطرق في مصر خلي بالك. في حاجة اسمها الزمالة المصرية، والزمالة المصرية كويسة جدا. بتكون فترة تدريب 4 أو 5 سنين، بتخلصها بتبقى أخصائي، تقعد لك كام سنة بعدها بتبقى إيه؟ استشاري. طبعا اتفقنا أخصائي بينفع يفتح إيه؟ عيادة. يبقى ده الطريق في مصر بكل اختصار. الطريق في مصر، انت دخلت كلية الطب بتاعتك، قعدت 5 سنين دراسة وسنتين امتياز، قعدت سنة التكليف، خدت النيابة بتاعتك. النيابة بتبقى مثلا من 4 سنين 5 سنين، تاخد النيابة بتاعتك في التخصص بتاعك. ممكن وانت في النيابة تاخد ماجستير او تاخد زمالة. ليه؟ عشان تبقى اخصائي وتقدر تفتح عيادة، وعشان تبقى بعد كده ايه؟ استشاري. حتى لما انت بتسافر على درجة علمية، تسافر مثلا الخليج او حاجة بدرجة علمية كويسة، بيكون ليك مرتب كويس وهكذا. طب سيبك بقى من الطريق في مصر، انت مش عايز تكمل في مصر وهكذا، وعايز تسافر ايه؟ بره. ايه الطرق المتاحة ليا للسفر بره؟ الطرق المتاحة للسفر بره، اول طريق وافضل طريق اليو اس اي، United States of America، طريق المعادلة الامريكية. افضل طريق بتتعب فيه بتلاقي. تمام. هو عبارة عن امتحانين. اول امتحان بيكون على المواد النظري اللي هي الاكاديمي، تاني امتحان بيكون على المواد الكلينيكال، تمام، وامتحان انجليزي او اي تي. بتمتحن ال3 امتحانات دي، تمام، وبتروح امريكا تعمل ماتش، تختار النيابه بتاعتك، بتقعد فيها 3 سنين. وطبعا بعد ما تخلصها بتاخد البورد الامريكي وتبقى استشاري، ومرتبك بيبقى خيالي. تفاصيل المعادله الامريكيه هنعمل لها فيديو لوحده بالتفصيل عشان تفهم النظام وتكلفتها ايه، والامتحانات بكام، وازاي اسافر، هتاخد مني مده تحضير قد ايه، المصادر اللي اذاكر منها وكذا. فهناخد فيديو خاص عن المعادله الامريكيه. فده اول طريق، وده الافضل من وجهة نظري، هو طريق المعادلة الامريكية. في طريق برضو انجلترا، ممكن تعمل زمالات في انجلترا، ممكن تعمل امتحانات وتسافر انجلترا. طريق انجلترا كويس جدا وبيكون ارخص في التكلفة من امريكا. والطريق الاسهل على الاطلاق طريق المانيا. ممكن المانيا انت بتحتاج لغة وحساب بنكي، مبلغ معين 12,000 يورو بتحطه بس في الحساب بتاعك، وباللغة بتاعتك بتقدر تسافر ألمانيا، وبيكون امتحان بسيط وبتاخد نيابتك في ألمانيا. طب في حد مش عايز يعمل معادلات وعايز يخلص الامتياز وخلص التكليف وعايز يروح الخليج على طول، عايز يروح السعودية ولا دبي ولا الإمارات ولا أي حاجة على طول. دلوقتي دول الخليج بتطلب بعد التكليف أو بعد الامتياز 2 خبرة. يعني تقعد 2 خبرة في بلدك وبعد كده بتسافر. لازم 2 خبرة، ولما بتسافر بتكون ممارس عام، ما بتاخدش تخصص، بتفضل ممارس عام، طبيب بطنه واطفال، تمام، بتاع كله. يبقى تعالى كده الم لك الدنيا دي، الخريطه بتاعت مصير طالب طب او الطرق المتاحه لطالب طب من ساعه ما خلص ثانويه عامه لحد ما يبقى استشاري. انت خلصت ثانويه عامه، دخلت كليه طب، هتقعد 5 سنين دراسه، 2 نظري اكاديمي و3 سنين كلينيكال. خلصت دراسه، هتقعد ال2 الامتياز بتوعك، تمام.
بعد كده تقعد سنة التكليف بتاعتك، وبعد كده تقرر هل عايز تكمل في مصر ولا عايز تسافر بره. لو عايز تسافر بره عندك طريق امريكا، طريق انجلترا، طريق المانيا، طريق الخليج لو عايز تستسهل خالص. او لو عايز تكمل في مصر فانت لازم تاخد نيابة، سواء في الجامعة او في المستشفيات التعليمي او مستشفيات الامانة او مستشفيات الصحة او التأمين الصحي. وكمان ممكن تاخد معها الماجستير والدكتوراه وتبقى اخصائي واستشاري، او تعمل زمالة وتبقى اخصائي وبعد كده تبقى استشاري. تمام. ده فيديو عن طرق الطب. تمام. انتظر الفيديوهات الجايه بقى نتكلم عن المعادله الامريكيه بالتفصيل وتكلفتها ونظامها وفرصها وهكذا، وكذلك المعادله البريطانيه والمعادله الالمانيه وطرق الخليج.